النهارده هعرفكم على وظيفة لكندا براتب $3500 شهريا. الوظيفة ديت لفئة معينة والتقديم عليها بس بسيرتك الذاتية، يعني مش هطلب منك فيها حساب بنكي ولا أي أوراق تانية، مجرد السيرة الذاتية. وبتبدأ طبعا تبعت الأوراق على إيميل بس الأول عملت لينا اشتراك وفعلت الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. تعالوا يا جماعة نتعرف على وظيفة النهارده، وهتعرفك ازاي تاخد التأشيرة وإقامة بدون حساب بنكي طبعا، وهتساعدك في الهجرة لكندا يا جماعة. وهي وظيفة سهلة ومش هطلب فيها زي ما قلنا حساب بنكي، والتقديم عليها إلكتروني، والجميع الجنسيات العربية وملهاش سن محدد. ناس كتير سألتنا انت ليه ما بتتكلمش عن كندا؟ عشان انا مش عايز ان انا اضيع وقتك ومجهودك على الفاضي، انا عايز اجيب لك الحاجة اللي انت هتستفاد منها، حتى لو كانت لفئة معينة او لحرفة معينة زي وظيفة النهاردة يا جماعة. وظيفة النهاردة هي مطلوب فيها طباخ او شيف، يعني لو انت خريج او مش خريج سياحة او فنادق بس معاك خبرة في الطبخ والعمل في البيت، مش هطلب منك فيها حساب بنكي ولا اي اوراق تانية صعبة. والتقديم يا جماعة يبقى مباشرة مع الشركة المعلنة، يعني انت مش هتروح لأي مكتب ولا هتدفع فلوس، يعني التقديم كمان فري وأونلاين. الوظيفة ديت يا جماعة من مزاياها إنها هتوفر لك كل حاجة، هتوفر لك التأشيرة، هتوفر لك العمل، هتوفر لك الإقامة هناك في قلب كندا، وتعتبر برضو من الطرق السهلة للهجرة، وهتاخد طبعا إقامة دايمة هناك في قلب البلد، وتعتبر من الطرق السهلة زي ما قلنا كده. وناس كتير بيحاولوا يستفادوا من الطرق ديت لأنها تعتبر من أسهل الطرق اللي هتساعدك إن أنت طبعا تدخل البلد هناك. تعالوا بقى نتكلم عن الشروط. يعني لو أنت حابب تقدم على الوظيفة ديت أكيد لازم يكونوا حاطين معايير وشروط لأي وظيفة هم منزلينها. أول شرط يا جماعة في الوظيفة ديت إن يكون معاك خبرة 2 أو 3 في مجال الطبخ. يبقى أول حاجة الخبرة، إن أنت يكون معاك 2 أو 3 في مجال الطبخ. تاني حاجة لازم أن يكون معاك لغة إنجليزية، ودي عامل أساسي ليك طبعا، عشان لما تيجي تقدم على أي وظيفة لازم أن يكون فيها اللغة عامل ثابت، إزاي هتتواصل وإزاي تأدي العمل بتاعك من غير لغة. فاللغة شيء أساسي طبعا لما تيجي تقدم على أي وظيفة. تالت حاجة شهادة دبلوم أو شهادة ليها أي صلة بالمجال طبعا المطلوب، زي وظيفة النهاردة لو أنت خريج مثلا سياحة أو فنادق، فطبعا اللي خريج سياحة وفنادق بيبقى ليه الأولوية أو الأفضلية عن أي حد مقدم في المجال ده. التقديم زي ما قلنا يا جماعة بيكون أونلاين وبدون أي رسوم. آخر ميعاد للتقديم هيكون يوم 15/2، يعني 15/2/2024، وبيكون التقديم بالسي في، يعني مش أوراق كتيرة وأقول لك هات لي خطاب توصية وهات لي من هنا كذا، لا، أنا بقول لك بتعمل سي في محترم باللغة الإنجليزية، بتحط فيه مؤهلاتك، بتحط فيه خبراتك، بتحط فيه إثبات إن أنت بتتكلم اللغة الإنجليزية طبعا، وسائل الاتصال بيك زي إيميل ورقم تليفون. بعد كده بتبعته على إيميل الشركة طبعا بتبدأ تفرز الأوراق، بتبص طبعا في السي في بتاعك، لو السي في بتاعك مستوفي الشروط طبعا وتم اختيارك، هم بقى بيوفروا لك اللي هو الاوفر ليتر، اللي هيسهل لك ان انت بعد كده تقدم على التأشيرة ويسهل لك دخول طبعا كندا. ودي تعتبر من اسهل الطرق هناك، لان طبعا انت هتبقى داخل كأنك داخل لعمل بالظبط، يعني معاك عقد عمل في قلب البلد. فعشان كده حبيت اقدم النهارده الفرصة ديت خصوصا للناس اللي ليهم في مجال الطبخ، الناس اللي هم شغالين في السياحة يا جماعة. فديت اسهل فرصة ليك ان انت تدخل كندا، تاخد هجرة وتاخد إقامة دايمة هناك وتاخد عمل كمال، والراتب من الشهر راتب 3500 يورو. التقديم مجانا أونلاين، يعني تقدر تقدم كمان من التليفون بتاعك وأنت مش خسران حاجة، عشان ناس كتير بتسألنا عن فرص بدون حساب بنكي. ده فرصة يا جماعة، وطبعا بالتوفيق للجميع بإذن الله. عشان ما أطولش عليكم، ولو في أي استفسار يا ريت الناس تسيبوه لنا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.